انا مش بس كنت لازم امباك كل الحاجات دي، والست اللي بتساعدني ادتني زومبا وقالت لي انا مش جالك لمده اسبوع، لا انا واحده كمان سايبه البيت بقالي شهر، يعني الدنيا بايظه من كل النواحي، شايله الهم جدا ومش عارفه ابدا منين. كيس بلاستيك. بس لاني واحده لا يمكن تعيش في المنظر ده، فقررت ان انا اللي هقوم بالمهمه. عشان اسهلها على نفسي قلت انا كل يوم هاخد اوضه انضفها كويس قوي، وهبدا الاول بالحاجات الخفيفه وبعد كده الحاجات التقيله، عشان في حاجات كتير قوي من الحاجات اللي بره هتدخل الاوض. قلت هبدا بالصالون وبعد كده السفره وبعد كده المطبخ وبعد كده الليفينج وبعد كده الاوض، وقلت كل يوم هصحى بدري ساعتين اعمل اوضه فيهم. والحقيقه انها كانت فرصه بالنسبه لي ان انا انضف واروق بمزاجي. انا بحب دايما اول السنه احط سيستم جديد في البيت للسنه الدراسيه الجديده. ومعلش هتلاقوا التصوير مش قد كده لان انا ما كنتش مركزه مع التصوير خالص، انا كنت سايبه الموبايل يصور وكنت مركزه ان انا عايزه بجد اخلص من المهمه دي. لان اول مره في حياتي انضف البيت وهو بالشكل ده، وبرغم ان انا ممكن تشوفوني ان انا خبره يعني في التنظيم والترتيب والتنظيف، بس انا كنت متوتره جدا وما كنتش عارفه ابدا منين وازاي. بس دايما نصيحه لما يكون في تراب كتير ابداوا من فوق لتحت عشان ما تنضفوش الاراضي مثلا وتيجي وانتوا بتنضفوا اي حاجه فوق التراب ينزل تاني على الارض. وده اللي عملته، نضفت الاول اللوح وبعد كده الكنب وبعد كده الترابيزات، والحركه دي بتنزل بلاوي من السجاده. لما بدات الدنيا تنضف بدات كده تسعى تو ليست في دماغي، اولا ان انا محتاجه اودي السجاجيد كلها تتنضف. للاسف المكنسه بتاعتي الكبيره بايظه، استخدمت المكنسه بتاعتي بتاعت الديلي يوز، بس محتاجه اجيب مكنسه كبيره للمواقف اللي زي دي. انا بشارك معاكم السيريز دي لسببين. اول حاجه لان انا اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف انضف خالص، وكان ممكن بجد موقف زي ده يعمل لي بانيك، كنتش بعرف ابدا ازاي واستخدم ايه. وبجد في الوقت ده فيديوهات كتير قوي هي اللي علمتني، ولحد لحظتنا دي كمان انا بتعلم منكم. ملك صحيت فما صدقت وطلبت منها انها ترجع معايا الحاجات كلها مكانها، ودي بتكون اللحظه الاجمل بالنسبه لي، لحظه ما كل حاجه بترجع والبيت بيبقى بدا يبقى نظيف. وعلى فكره بقى الصحيان بدري وكمان التنظيف بيدي طاقه ايجابيه مش طبيعيه. كويس ان انا بدات بحاجه صغيره وسهله عشان تديني بوش كده للي جاي. اللحظه دي بجد كان نفسي اقعد في الصالون واقفل بقيه البيت. وهنا المهمة الأصعب لأن احنا محتاجين نروق ونرتب.